أهلا بيكم في قناة معلومات هتغير حياتك. دوس لايك واشتراك عشان توصلك كل يوم معلومة تغير حياتك. ويلا بينا نخش في موضوع حلقتنا على طول. ازاي تستعيد 90% من طاقة جسمك؟ بتحس بالصداع المتكرر او تعب مستمر او مزاجك سيء او انك جعان طول الوقت؟ لو ركزت هتلاقي ان السبب في 90% من المشاكل دي هو خطأ بسيط جدا بترتكبه كل يوم: الجفاف الخفي او نقص المية. انا مش بتكلم عن العطش. في ابحاث اتعملت بتقول ان نقص 1% بس من مياه الجسم كافي انه يقلل تركيزك بنسبة كبيرة ويخلي مزاجك وحش ويأثر على سرعة تفكيرك. انت متخيل 1% فقط؟ وغالبا المخ بيتلخبط بين اشارات الجوع واشارات العطش. الحل بسيط: قبل ما تاكل اي حاجة بين الوجبات اشرب كوباية مية الاول واستنى 10 دقايق. لو لسه جعان كل. اراهنك ان في اغلب الاوقات هيكون جسمك محتاج مية مش محتاج اكل. دلوقتي عرفنا ان نقص 1% بس من مية جسمك بيأثر على طاقتك وتركيزك. طيب ازاي استعيد طاقة جسمي واتخلص من نقص المية ده؟ عن طريق 3 طرق هقولك عليهم. اول طريقة وهي لون البول. ازاي تعرف انك شربت مية كفاية وان جسمك مش محتاج مية؟ عن طريق لون البول. لو لون البول اصفر فاتح فده معناه انك مش محتاج تشرب مية، ولو لون البول اصفر غامق فده معناه انك لازم تشرب مية ضروري. الطريقة التانية انك تربط شرب المية باحداث بتحصل لك كل يوم. يعني اول ما تقوم من النوم تشرب كوباية مية، قبل كل وجبة تشرب كوباية مية، قبل النوم بساعة تشرب كوباية مية. الطريقة التالتة انك تحول شرب المية من عادة مملة الى عادة مستمتع بيها، عن طريق انك تضيف بعض شرائح الليمون او النعناع او الزنجبيل الى المية. ودي كانت معلومتنا النهاردة. حافظ على نسبة المية في جسمك وهتشوف فرق واضح في تركيزك وفي طاقتك. وما تنساش تدوس اشتراك عشان توصلك المعلومة الجديدة اللي هتغير حياتك.